الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله. بإذن الله تعالى في هذه الحلقة حديثنا عن الركن الرابع وهو الحج، والحديث عن أبرز المقاصد وأبرز ما يمكن أن نتحدث عنه في هذه الأيام. بداية شيخنا دعنا نتحدث عن حكم وتعريف الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله القائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحج في اللغة هو القصد مطلقا، يعني سواء كان قصد إلى بيت الله أو إلى غيره، فكلمة حج أو يحج قصد يقصد، وهو بمعنى القصد. ومعروف أن الشريعة دائما تأتي بضبط المصطلح اللغوي أو العرف اللغوي أو المعنى اللغوي إلى نقله إلى المعنى الشرعي. فمثلا إذا تكلمنا عن الزكاة تجد لها تعريف بمعنى النماء، وإذا تكلمنا عن الصلاة تجد هي الدعاء، وإذا تكلمنا عن الصوم فهو الإمساك، لكن يأتي بعد ذلك إلى تخصيص هذا النوع من الإمساك. وبالتالي أيضا موضوع القصد إذا كان في اللغة هي مطلق القصد، فإن الحج هنا في المعنى الشرعي هو قصد مخصوص، قصد مخصوص في زمان مخصوص إلى أمكنة مخصوصة. قصد مخصوص في زمان مخصوص في أزمنة في أمكنة إلى أمكنة مخصوصة، بنية التعبد والتنسك لله سبحانه وتعالى. وهنا نلاحظ بأن نقلنا معنى القصد إلى المعنى الشرعي فجعلناه قصد إلى بيت الله الحرام، فالمكان الذي نذهب إليه هو قصد بيت الله، مكان محدد إلى بيت الله وما حوله من مناسك في زمان مخصوص، أي أن هذا القصد أيضا إلى بيت الله لا يكون إلا في أشهر معينة. فلا يأتي مثلا شخص خارج هذه الأشهر ويقول أنا سأحج، نقول له هذا ليس حجا، لا يصح، لا يسمى حجا لأنه خارج. حتى لو شخص قال والله أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام في رمضان سأحج إلى بيت، نقول له هذا يمكن أن يكون عمرة ولكن لا يمكن أن يكون حجا بالمعنى الشرعي. إذن هو قصد ونية مخصوصة في زمان مخصوص، وهي الأشهر. الحج أشهر معلومات ولا تكون إلا في هذه الأشهر المحددة، ثم إلى أمكنة مخصوصة وهي بيت الله وما حولها من عرفات ومنى ومزدلفة وهذه المناطق، بنية أداء نسك معين، منسك الحج. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بتعريف الحج. وحكمه هو بإجماع المسلمين أنه ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض هذا الدين، ثبتت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، وقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في موضوع الحج. وهنالك سورة كاملة
في كتاب الله سبحانه وتعالى هي سورة الحج. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا كثير، الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج فريضة من فرائض هذا الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، وهي الذي يعني يكون الحج فيه واحد من أركان هذا الدين، ومنها وأن تحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع أن يحج، لمن استطاع إليه سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته عليه الصلاة والسلام على هذا الركن العظيم، على هذه الفريضة العظيمة. ومسألة فرضية الحج هي في العمر مرة واحدة، الصحيح في العمر مرة واحدة، هذا هو الإجماع عموما. ومن قال بأنها كل سنة أو سنتين أو 5 فهذا خلاف الإجماع. الإجماع انعقد على أن الحج هو مرة واحدة في العمر. ويكون الصحيح كذلك أنه يكون على الفور، أنه متى ما الإنسان وتوفرت له شروط وأسباب ومقومات الحج عليه أن يبادر ويسارع، عليه أن يبادر ويسارع إذا إن شاء الله توفرت له الشروط. هذه الشعيرة العظيمة بلا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها ميزات كبيرة وكثيرة جدا. ففضل الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. حج المبرور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عموما في المرتبة الثالثة من المقامات الكبيرة والعظيمة، أو أنه جعل موضوع النسك التعبد الجامع لشعائر البدن وشعائر الروح، البدن والمال، هو هذه الشعيرة. لأن لو نظرنا إلى أركان الإسلام ال5 فيها الجانب المالي، فيها الجانب البدني، فيها ما يجمع الأمرين معا. الصلاة والصيام بدنية، والزكاة مالية، والحج يجمع بين البدن وبين المال، وبالتالي هو على كل من الأعمال الفاضلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث أمته عليه الصلاة والسلام على تتابع الحج والعمرة، وبين بأن هذا التتابع في الحج والعمرة ينفي الفقر وينفي كذلك الذنوب، يعني يخفف الإنسان من الذنوب وتتحات ذنوبه، ويخرج الإنسان من حجه كما ولدته أمه، كما جاء ذلك في بعض النصوص الشرعية. فنحن أمام حقيقة شعيرة عظيمة جدا هذه الأيام. وبدأ الآن بفضل الله سبحانه وتعالى الحجاج يتوافدون هذه الأيام إلى مكة استعدادا لأن يدخلوا في مناسك إن شاء الله الحج خلال الأيام المقبلة. بارك الله فيك شيخنا. بعد ما تعرفنا عن حكم وتعريف الحج، دعنا نتحدث شيخنا عن شروط وجوب الحج. نعم، طبعا بالنسبة للشروط دائما الفقهاء هنالك تقسيمات لا تسعها الآن هذه الحلقة، وطبعا نحن قد نتكلم اليوم يعني باب كامل من أبواب الفقه، يعني باب الحج في حلقة قد تكون فقط نحن من باب أن نذكر بالكليات. لكن ستلاحظ عندما يتكلم الفقهاء عن الشروط تجد يتكلمون عن شروط الوجوب، ويتكلمون عن شروط الصحة، ويتكلمون كذلك عن الشروط الوجوب والصحة. لكن هنالك 5 شروط لا بد أن نشير إليها لكل من أراد أن يقصد الحج. فهنالك مثلا شرط الإسلام، هذا من الشروط الأساسية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني أركان الإسلام ال4 التي وردت في الحديث لا تصح واحدة منها إلا بعد أن يدخل الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله. فالإسلام شرط في الأعمال، حتى بالقول الذي يقول بأن الكفار مطالبون بفروع الشريعة يجب عليهم، لكن لا تصح منه إلا إذا كان مسلما، إذا كان مسلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني شرط العقل. والعقل هنا هو شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة بمعنى أن المجنون لا يجب عليه ولا تصح منه. من كان مجنون رفع القلم عن 3، واحد منه وهو المجنون. فالمجنون غير مكلف، حتى لو ذهب إلى بيت الله الحرام وأدى لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه غير مكلف.
ولا يجب عليه حتى نقول له أنت يعني عليك الحج، فيحمل مثلا على كما يحمل المريض يحمل إلى بيت الله. فالمجنون عموما ليس بمكلف، وبالتالي الشرط الثاني هو شرط العقل. الشرط الثالث وهو أيضا شرط وجوب ولكنه ليس بشرط الصحة، لأنه يجزئ صاحبه، وهو البلوغ. أيوة، والبلوغ الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم. فهنا طيب الصبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحجون بالصبيان، قالت ألهذا حج؟ قال لا، يعني أيصح منه؟ قال نعم ولك أجر. لكن لا يجب عليه. وبما أنه لا يجب عليه لا يسقط عنه حج الفريضة. الذي حج هو صبي نقول له حجك صحيح، ويؤجر إن شاء الله والداه على قيامهم بهذا الأمر، لأنهم أنفقوا مال وجهد وفيه تعليم لهذا الصبي، مثل الصبي الذي يصلي، فإن ذلك إن شاء الله يكون أيضا في ميزان والداه. فيصح منه ولكن لا يجب عليه. هنا الآن تأتي قضية الوجوب والصحة. أيضا الحرية من الشروط الأساسية، شرط الحرية. فالعبد لا يجب عليه الحج كذلك، لا يجب عليه الحج، ولأنه هو في حكم المال ومحكوم بسيده في نهاية المطاف، هو محكوم بسيده فليس له مال يحج به، وبالتالي شرط الاستطاعة هنا غير متوفر. عموما الآن طبعا الحرية قد ما تكون الآن من الأشياء المطروحة، لكن الشرط الخامس وهو شرط مهم جدا في موضوع الحج، وورد في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الشرط الأساس أيضا من شروط الحج، وهو الاستطاعة. وعندما نتكلم عن الاستطاعة نتكلم عن الاستطاعة البدنية، ونتكلم عن الاستطاعة المالية، ونتكلم عن قضية الطريق وأمن الطريق، وأن الطريق آمن وسالك ويمكن للإنسان أن يصل إلى بيت الله تبارك وتعالى. ويدخل كذلك في الاستطاعة أن يكون للإنسان عنده من المال ما يحج به وما يتركه لأهله، كل ذلك يدخل في الاستطاعة. ويدخل فيها كذلك الوسائط والوسائل، أن تكون هنالك له دابة أو له راحلة يستطيع على كل، سواء كانت راحلة على الطريق القديمة من جمال وحمير وخيل، أو الآن الرواحل المعاصرة أنه يستطيع أن يسافر بالسيارات أو يسافر بالسفن أو يسافر بالطائرات. هذه كلها تدخل في موضوع الاستطاعة التي وردت في هذا النص. هنالك قضية ربما مهمة جدا في هذا الباب تدخل ضمن الاستطاعة، وهو أن المرأة في موضوع الاستطاعة، فإن المرأة لا يجب عليها أن تحج ولو كانت مقتدرة إذا كانت في عدة من طلاق أو وفاة، لأن الله سبحانه وتعالى منعها من الخروج في هذه الفترة. وبالتالي إذا كانت في عدة الطلاق أو عدة وفاة لا تقوم بموضوع الحج، وبالتالي هذه مسألة أيضا تدخل في موضوع الاستطاعة بالنسبة للنساء. بارك الله فيك شيخنا. ننتقل إلى جزئية الأركان. ما هي الأركان التي لابد أن تتواجد في الحج؟ نعم، هنا موضوع الأركان، عندنا الأركان وعندنا الواجبات وعندنا كذلك المحظورات، في مجموعة أشياء لابد. لكن خلينا الآن نتكلم عن الركن. الركن عموما لما يقول الفقهاء هذا ركن وهذا واجب، الركن هو ما كان جزء من ماهية الشيء، فلا يسمى الشيء باسمه إلا إذا تكاملت فيه الأركان. فمثلا إذا قلنا والله هنالك أركان 4 للحج، لا يمكن للشخص أن يكون حاجا إلا أن يأتي بالأربعة، أن يتمها كلها. هذه. وبالتالي الركن سواء في الصلاة أو في الحج لا يمكن أن يسقط، ولا يقوم مقامه لا دم ولا سجود سهو. يعني الآن مثلا الركوع، من نسي الركوع في صلاته فإنه لا يجبر بسهو، يؤتى به، لا بد أن يأتي به. إذا في مجال للتدارك يتدارك، ما في مجال يسقط الركعة ويأتي، وهكذا. الأركان كذلك في الحج لا يمكن أن يقوم مقامها الدم، فلا تجبر، ولا يقوم مقامها الدم، خلاف الواجبات. الواجبات يمكن الذي لم يستطع أن يأتي بها يجبر يجبر بالدم، كما أن هنالك جبر في الصلاة بسجود السهو، فهنالك جبر بالدماء في موضوع الحج. طيب، هنالك 4 أركان
أساسية، 4 أركان أساسية لا يمكن للحاج أن يسمى حاجا إلا إذا إيه؟ أتمها. إذا أتمها. الركن الأول هو الإحرام. الإحرام. والإحرام في بقية الأشياء في أبواب الفقه تجد أنهم يطلقون مثلا النية. لا يمكن للإنسان أن يصلي إلا بإيه؟ بنية. إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان الذي يريد الحج لا بد أن تكون له نية إيه؟ نية الحج سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ، لأن النية أمر إيه؟ أمر قلبي. وهنا في النية في موضوع الحج اللي هو موضوع الإحرام الذي نسميه الآن الإحرام، وهو نية الحج، لا بد أن يحدد ماذا يريد، لأن هنالك 3 أنواع من النسك في الحج. فنحن دارين نحدد هذا الشخص ما هو نوع النسك في إحرامه، هذا في نيته يجب أن يحدد هل والله هو مفرد بمعنى يريد أن ينوي الحج فقط، أم هو متمتع بمعنى سيأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يأتي بالحج بعد ذلك، أم أنه يريد أن يأتي بهما معا وهو القارن. إذن أنواع النسك أو أنواع الإحرام هي 3، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا. المفرد فقط يأتي بالحج، المتمتع يأتي بالحج أولا، يعني ممكن يأتي في بدايات ذو القعدة والفترة طويلة ويؤدي عمرة، ثم يجلس بعد ذلك يتحلل ويخرج من إحرامه، ثم ينتظر إلى اليوم الثامن ليبدأ بالحج. إذن هذا متمتع. الثالث هو القارن، أنه يريد أن يأتي بالحج والعمرة في وقت واحد، وهنا تتداخل في فترة الحج. في فترة الحج كل هذا في فترة فترة الحج، يعني في أشهر الحج. لا نقصد إنه يعني مثلا العمرة إذا أتى بها خارج أشهر الحج هذه قضية ما داخلة معنا طبعا. يعني شخص مثلا أتى بالعمرة في رمضان، لا نقول هذا متمتع، لا، لأنه أتى بعمرة خارج أشهر خارج. نحن نتكلم الآن عن النسك في فترة الحج. هذه هي 3. طبعا الآن الموضوع يطول في أيهما أفضل، لأن هنالك من جعل الأفضل هو الإفراد، ومن جعل الأفضل هو التمتع، ومن جعل الأفضل هو القران. على كل ليس هذا الآن هو المجال، لكن ما يهمنا في الإحرام كركن من الأركان أن يحدد الحاج ماذا يريد. هذا الركن الأول وهو النية، وإنما الأعمال بالنيات. تأتي تفاصيل بعد ذلك. أحيانا شخص يريد ينوي بقلبه شيء ويتلفظ بشيء، فالذي نعتمده هل نعتمد اللسان أم القلب؟ القلوب. الأمور بمقاصدها، يعني هنا المقصد هو الأساس، فما نويته في قلبك هو الذي يسري عليك وليس ما تلفظت به. فهذه فيها تفاصيل كثيرة. النقطة الثانية، إذا كان هذا هو الإحرام، الركن الثاني هو السعي بين الصفا والمروة. هذا يعتبر من أركان الحج، سواء هذا السعي أتى به في البداية تمتع. لاحظ هنا التمتع أتى بطواف القدوم ثم سعى الحج، سعي العمرة. سعي العمرة. بعدين لما يجي راجع عنده سعي السعي بتاعت الصفا والمروة، السعي بتاعت الحج الذي يسبق الذي يكون بعد طواف الإفاضة. طبعا هنا في مسألة مهمة جدا، أي سعي بين الصفا والمروة لابد أن يكون مسبوقا بطواف. يعني ما في سعي بتجي داخل من غير شنو؟ من غير طواف. إما طواف قدوم، وإما طواف عمرة، وإما طواف الحج، يعني اللي هو طواف الإفاضة. فلا بد أن يكون عندك واحد من الثلاثة. فعندنا الآن السعي بين الصفا والمروة، هذا ركن من الأركان. الثالث، وهذا أعظم الأركان في الحج، إذا فاتك كل شيء. يعني ال3 الأخريات ممكن يتم تدارك، لكن عندنا ركن مهم جدا في موضوع الحج، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فكأنما أراد أن يقول لك أعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة جزءا من الليل. الوقوف بعرفة الركنية هنا جزءا من الليل. الوقوف جزءا من النهار قد يكون واجب، لكن أن تقف بجزء من الليل ولو قبل الفجر هذا ركن. هذا من فاته الحج، ذهب عنه كل شيء، ذهب عنه الحج. طيب الأخير، الركن الرابع هو طواف الإفاضة. إذا أفضت من عرفات، تأتي الآن قضية
الإفاضة من عرفات، يذهب بعد ذلك الإنسان لرمي الجمرات، ثم عندك بعد ذلك طواف إيه؟ طواف الإفاضة. هذا طواف الإفاضة هذا ركن أيضا. طواف الإفاضة هذا ركن من الأركان. طيب هذه 4 أركان بالنسبة لشنو؟ للحج. في بعضها يمكن تداركه وبعضها لا يمكن تداركه، مثل السعي مثلا. يعني السعي يمكن تداركه، طواف الإفاضة يمكن تداركه، الإحرام يمكن إيه؟ تداركه، يعني تبدأ من جديد يعني. لكن إذا فاتك يوم عرفة فقد فاتك الحج. ولذلك نحن ننبه الناس أن من يريد الحج عليه أن يبادر قبل إيه؟ قبل يوم عرفة يعني حتى لو أنه والله مباشرة تحرك، عمل عقد النية وذهب إلى إيه؟ في يوم عرفة. في يوم عرفة هو قاصد الحج، دخل إلى النسك. يعني واحد من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما تركت في هذه في أرض عرفة من واد ولا من جبل إلا صعدته، فهل أنا أدركت الحج؟ قال نعم، لو أنه بس جزء من الليل. المهم في منطقة عرفة، في منطقة عرفات أن تقف جزءا من الليل، هذا ركن بالنسبة لل. فهذه تقريبا الأركان ال4 إن شاء الله للحج. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا تحدث أنه يوجد واجبات للحج، ما هي واجبات الحج؟ نعم، نحن الآن قلنا بالنسبة للركن لا يجبر أبدا، بمعنى ما لابد أن تأتي به. ما عملت الإحرام تعمل يعني النية، يعني ما عملت السعي لابد من السعي، ما عملت طواف الإفاضة لابد تعود إلى طواف الإفاضة، ما عملت عرفة إذا في مجال هذه لابد منها. طيب وعرفة يومها واحد. بالنسبة للواجبات تقريبا عندنا 5 واجبات ننبه إليها. إذا فاتك منها شيء يجبر بالدم، يعني لأي سبب من الأسباب ما استطعت أن تأتي بها فإنك تذبح شاة وتسقط عنك الواجب. مثلا الواجب الأول عندنا طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة لإيه؟ للمتمتع، لأن عندنا طواف القدوم بالنسبة للمفرد والمقرن. القارن هذا يعتبر إيه؟ ممكن نقول مستحبات. من المستحبات. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد ذاك بسعي إيه؟ سعي الحج، سيكون عنده طواف ثم سعي. المتمتع لأنه سيتحلل ولا بد أن يأتي بسعي العمرة، فلا بد من طواف. لا بد من طواف، فالطواف هنا واجب. طيب النقطة الثانية في الواجبات الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة أيضا من الواجبات، فمن لم يبت بها عليه أيضا إيه؟ دم. كذلك عندنا المبيت بمنى في الأيام بتاعت بداية الأيام. لا بعد العيد. بعد العيد. أي نعم، اللي هو بعد رمي جمرة العقبة. عندك أيام اللي هي 2 أو 3 يكون فيها رمي جمرة العقبة الصغرى والكبرى والوسطى. هذه الأيام أيضا المبيت بمنى واجب. عندنا أيضا رمي الجمرات أيضا هذا من الواجبات. عندنا كذلك حلق الشعر أو تقصيره، هذه أيضا من الواجب. عموما من فاتته هذه الواجبات فإنه يجبرها بإيه؟ يجبرها بالدم، يعني يذبح شاة ويوزعها على إيه؟ على أهل الحرم، لا يأكل منها ولا يهدي منها، توزع على إيه؟ على الفقراء، يعني ما قابلة للهدايا، توزعها على فقراء ومساكين الحرم. نعم. الدم شيخنا على كل فعل من الأفعال التي لم يقم بها ولا نعم. ممكن؟ نعم، لا، على كل أي مخالفة من هذه يلزمك فيها شاة. أي نعم. تمام، بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفنا وشيخنا ودكتورنا حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا مرحبا. حياكم الله. نستكمل الحديث في موضوع الحلقة عن الحج، ونبدأ بما هي مواقيت الحج أو ما هي المواقيت؟ نعم. طيب، نحن بالنسبة للمواقيت ذكرنا بأن الحج قلنا أشهر معلومات، فتقسم عموما المواقيت إلى مواقيت زمانية وإلى مواقيت مكانية. فالميقات الزماني هو أن تؤدى شعيرة الحج وأعمال الحج في أشهره، في أشهر الحج. الحج يبدأ من شهر معين وينتهي في شهر معين. هذه الشهور التي يؤدى فيها عموما الحج. عندنا شهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى يوم 10. هذه الأيام عموما هي أشهر الحج. طيب، هذا من حيث الزمان. فالميقات الزماني لا بد من مراعاته، يعني الذي يؤدي شعيرة الحج خارج هذا الميقات يمكن أن تكون عمرة ولكن لن تكون حجا. لن تكون حجا. هذه مسألة أساسية في المواقيت الزمانية. المواقيت المكانية يعني موضوع الإحرام ونية الإحرام، وأن يلبس الإنسان ملابسه التي يجب عليه أن يلبسها في الحج. لا يجوز له أن يتجاوز أماكن معينة. هذه الأماكن تسمى المواقيت المكانية. المواقيت المكانية. فإذا تجاوز هذه المواقيت المكانية قبل أن يحرم وقبل أن يلبس زيه فإنه يدخل في مخالفات، يدخل في مخالفات قد تلزمه دم وقد لا تلزمه، لكن هذا الميقات المكاني. فمثلا ميقات أهل مكة من داخل مكة. أهل مكة يحرمون من داخلها، من مكانه حيثما هو موجود يحرم لبيك عمرة أو لبيك حجا ويذهب إلى بيت الله الحرام. هذا بالنسبة لأهل مكة. بقية المسلمين لهم مواقيت خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من المواقيت يأتي من خلالها الناس بجهات مختلفة. فمثلا ميقات أهل المدينة، الميقات المكاني الذي يحرمون منه هو ذو الحليفة، اللي هي ذو الحليفة معروفة بآبار علي. أبيار علي. أيوة، هذه يحرم منها أهل المدينة ومن كان باتجاههم، يعني كل الذين يأتون باتجاه المدينة لابد أن يمرون من. يعني, مثلا بعض إخواننا السودانيين مثلا يذهبون مباشرة إلى المدينة، يأتون من أبيار علي. يعني مثلا بعض إخواننا السودانيين مثلا يذهبون مباشرة إلى المدينة، يأتون من أبيار علي. يعني مثلا بعض إخواننا السودانيين مثلا يذهبون مباشرة إلى المدينة،
قبل أن يذهبوا إلى مكة. هؤلاء يحرمون بالنسبة للحج يحرمون من ميقات أهل المدينة. طيب، لأن هي فهن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني هي لمن سمي في الحديث أنه ميقات كذا ميقات أهل المدينة، ولمن مر عليهن هذه المواقيت من غير أهلهن، فهي ميقات لكل مار، ميقات لكل من يمر، سواء ساكن أو مو ساكن. نعم، ما دام أن أنت خلاص ماشي إلى الحج أو ماشي إلى العمرة، لا بد أن يكون هذا هو الميقات الذي تبدأ منه عملية الإحرام ونية الحج والملابس والأشياء. طيب، ذو الحليفة عندنا ما اللي هو الجحفة، وهو تقريبا إلى الشمال الشرقي من جدة، يبدو لي هكذا الشمال الشرقي. هذا يأتي به تقريبا أهل مصر، ويأتي به كذلك أهل الشام، يأتوا بهذا شمال المملكة بالعموم. لا، مش شمال المملكة، قريب. لا، أقصد عن ما يأتي من شمال المملكة. نعم، من يأتي من شمال المملكة. هذا الجحفة قريب من الجحفة. الآن يعتبر مواقيت شبه مواقيت إضافية، يعني الآن مثلا جدة عدها بعض العلماء بأنها ميقات لأهل السودان، ومنهم من اعتبر أنه والله لا بد أن يذهب إلى البحر. لكن الصحيح، وقد حصلت هنالك بعض البحوث لبعض المشايخ، أن جدة فعلا تقع ميقات يكون بين ميقاتين ولا يقع في البحر، يعني هذا لأن أول معظم المواقيت برية وليست بحرية. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها، نص على الجحفة، لكن لما تأتي إلى يلملم ميقات أهل اليمن وإلى الجحفة فإن جدة في المنتصف، في المنتصف بينهم. فعلى كل من اعتبر جدة ميقات يحرم منها أهل السودان، ومن جاء منهم من أفريقيا بشكل عام، ومنهم من يعتبر لا والله ميقات يجب أن يكون من وسط البحر. لكن الصحيح أنه يمكن للإنسان إن شاء الله أن يحرم من جدة. الثالث هو ميقات أهل اليمن، وهو يلملم. ميقات أهل اليمن هذا ميقات مكان يأتي به كذلك أهل اليمن، ومن جاء بشكل عام عن طريق البحر من أهل الهند وغيرهم يأتون كذلك بهذا الاتجاه. وعندنا ميقات قرن المنازل، وهذا ميقات أهل نجد والعراق ومن جاء بهذا الاتجاه. فهذه تقريبا المواقيت التي تسمى بالمواقيت المكانية. طيب، شخص تجاوز الميقات وهو لابس ثيابه العادية ولكنه نوى نوى الحج. تجاوز المواقيت عليها يلزم منها الدم لأنه أخل بواجب من الواجبات. هذه باختصار في موضوع المناسك اللي هي موضوع المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. بارك الله فيك شيخنا. خلينا ننتقل إلى جزئية مهمة ممكن الكثير يغفل عنها. ما هي المحظورات في الحج؟ نعم. طيب، عندنا محظورات وعندنا أيضا مفسدات. لا بد الانتباه إلى هذين المصطلحين. هنالك مفسدات للحج أي تفسده كاملا، وهنالك محظورات في الحج. المحظورات هي الأشياء التي يجب على الإنسان اجتنابها، فيجتنب 3 أشياء أساسية. يجتنب المخيط، يعني الإنسان الذي يريد أن يحج فإن الملابس التي يلبسها معروفة، القطعتين اللي هي الإزار والرداء والإزار المعروفة بالنسبة للرجال، والمرأة تستر جسدها إلا وجهها وكفيها. فلا يلبس الرجال المخيط، يعني البدلة والقميص والثوب أي حاجة غير الرداء والإزار والطواقي، هذه كلها ممنوعة، لأنه الإنسان يجب أن يجتنب هذا الجانب. أيضا ما يحصل به الترفيه، كل ما يؤدي إلى رفاهية الإنسان من اللحظة التي على كل دخل فيها في الإحرام، يتجنب الطيب، يتجنب الحلق، يتجنب التقصير، يتجنب ما يؤدي الدهان الذي يمكن أن يتدهن به. هذه الأشياء كلها اللي فيها مرفهات أيضا على الإنسان أن يتجنبها لأنها من المحظورات. أيضا يتجنب الإنسان النساء. يتجنب النساء. ففي الحج لا سبيل للحديث عن كل ما يتعلق بالقضايا اللي لها علاقة بالنكاح والزواج، هذه يتجنبها أيضا. يعتبر الإنسان يجتنب هذا الموضوع. فمثلا في الحج لا يمكن للإنسان وهو أحرم أن يتزوج أبدا، لا يتزوج. فهذه محظور من المحظورات، وبالتالي أيضا اجتناب النساء بشكل عام. أيضا اجتناب قطع الأشجار واجتناب الصيد. أيضا الله سبحانه وتعالى
حظر على الحاج أن يصيد في المنطقة الحرام، أي صيد الحرم وأشجار الحرم، فلا يقطع شجر ولا يصطاد صيد من الحرم أيا كان، حمام أو غزال أو أي سواء كان مأكولا أو غير مأكول. المهم يتجنب الإنسان الصيد ما دام أنه دخل في الإحرام. هذه المحظورات. عندنا بالنسبة للمفسدات التي تفسد الحج تقريبا عندنا 3 أشياء. 3 أشياء تفسد الحج تماما. أولا من فاته الوقوف بعرفة ليلا، هذا ذكرنا بأنه هذا الركن بالذات من لم يدركه فقد فاته هذا من الأركان التي إذا فات وقتها خلاص لا مجال لأن يعود إليها الإنسان. طبعا لما نقول مفسدات الحج معنى من فسد حجه وجب عليه أن يحج عاما قادما، يعني لا بد من هذا الموضوع. أيضا ترك ركن من الأركان ودون تداركه، من الأركان ال3 غير العرفة فات عليه ركن، أيوة ما أدى ركن من الأركان ولم يستطع أن يتداركه، فهذا أيضا يفسد، لأنه قلنا الركن هو جزء من الماهية صحيح. ولا يجبر بالدم. فمن فاته الإحرام أو فاته أو ما قام بالإحرام ولا قام بالسعي ولا قام بطواف الإفاضة ولم لا بد إذا استطاع يتدارك، ما استطاع يتدارك. فمثلا بعض الناس يعني قبل أن يؤدي طواف الإفاضة يسافر مثلا، نقول له ارجع وأدي طواف. إذا أدى طواف الإفاضة خلاص تدارك. لو ما أداها لابد، ما أداها يلزم. فاته السعي نقول له ارجع وأدي الطواف، حتى لو سافر يوم أو يومين يرجع. طبعا احنا جينا مشكلة إنه والله هلا السعودية حتديك بتأشيرة أخرى. المهم لابد أن يؤدي هذا الشخص ما فات ما دام أنه في إمكان للتدارك. طبعا المكان الوحيد اللي صعب أنك تتدارك الوقوف بعرفة، وكذلك موضوع الإحرام إذا كان أصلا خلاص الحج فات عرفة. إذا فاتك عرفة لن تستطيع أن تحرم بعد كده بحج، يمكن أن تحرم بعمرة لكن لا تستطيع أن تحرم بالحج. أيضا من الأشياء اللي تفسد الحج الوطء بالزوجة، من وطأ زوجته في الحج. وطبعا للأسف يعني هنالك الكثير من الجهل الذي أحيانا يصاحب الناس في فترة الحج. هنا طبعا موضوع النساء من لحظة الإحرام سواء كنت مفردا أو قارنا. إذا كنت متمتع ما عندك فترة التمتع دي ما فيها إشكال، يمكن أن يأتي الإنسان زوجته، لكن فترة الإفراد المفرد أي ما دمت مفردا وما دمت قارنا لا تستطيع أن تقترب من زوجتك بالجماع إلا بعد أن ترمي جمرة العقبة وتطوف طواف الإفاضة. يعني من ال3 لا بد تؤدي 2 اللي هو الحلق والتقصير ورمي الجمرات والإفاضة. 2 منهما يؤدي إنك أنت يعني أي نعم. فده بالنسبة للمفسدات الحج. بالنسبة للإنسان الذي على كل يقع في هذه الأشياء أو اللي ننبه الناس إنه هنالك جهل لكثير من الناس. بعض الناس يظن بأن المناطق المباركة إذا رزق فيها ولد وكذا وينسى إنه هذه المسألة ستفسد عليه الحج. ستفسد عليه الحج. بعض الناس كما هو الحال في الصيام، بعضهم لا يتمالك ومعه زوجته فيقع على كل في مواقعة زوجته، هذا يفسد حجه تماما، ولا بد أن يكمل لكنه يلزم بعد ذلك يلزمه القضاء. حجه فسد ولكن هو يكمل ويقضي مرة أخرى. بارك الله فيك شيخنا ممكن نتحدث عن أبرز المقاصد التي لا بد أن ينتبه لها، أو ممكن أي ما أعرف إيش الوصف اللي ممكن أقدر أوصفه فيه، لكن ما هي مقاصد الحج؟ نعم. طبعا بالنسبة للشعائر كلها أعظم مقصد يعني تؤدي إليه سواء الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، في مقصد مشترك بينها جميعا وهو مقصد التعبد لله تبارك وتعالى والتنسك والانقطاع وربط القلوب بالله عز وجل. فأعظم مقصد من كل القضايا مقصد التعبد لله سبحانه وتعالى. لكن لو وقفنا مع كل يعني شعيرة من هذه الشعائر ومع كل ركن من هذه الأركان ستلاحظ بأنها والله من خلال تتبعك للأحكام التفصيلية لها تخرج بجملة من المقاصد. فمثلا في الحج
والحج دائما يرتبط معنا بإبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم. هذه الملة الإبراهيمية أعظم ما اتسمت به هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تقف على آيات سورة الحج مثلا، آيات التي في يعني من 34 إلى 37، هذه الآيات في سورة الحج تلاحظ بأنها تلخص لنا جملة من المقاصد، منها مقصد وإلهكم إله واحد، الوحدانية لله سبحانه وتعالى. وهذه الوحدانية سبحان الله تبدأ معك وأذن في الناس بالحج من لحظة الأذان ومن لحظة الإحرام، فأنت إنما تدخل بالتوحيد إلى هذه الشعيرة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فكان أهل الجاهلية يتكلمون عن لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالشاهد هنا بالنسبة لأعظم مقصد يجب أن يرتبط به الإنسان هو مقصد توحيد الله سبحانه وتعالى. من أول الشعائر إلى نهايتها تبقى قضية لا إله إلا الله، قضية التلبية، قضية التوحيد، تصاحبك من لبيك، تصاحبك من مسألة لبيك لا شريك لك، ثم الدخول بعد ذلك في الطواف وفيه أيضا التوحيد. تأتي عرفة وأعظم ما يذكر الله به لا إله إلا الله، يعني هذا اليوم الذي يعني يكثر فيه الحاج وغير الحاج من أعظم ما قاله النبيون وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله، التوحيد. فمسألة التوحيد يكاد يكون المقصد الأسمى والأعظم من الحج، وعلى الإنسان الحاج أن يستحضر هذا المعنى في سائر حياته، فإن الحج يكرس لنا هذا المعنى. إذن هذا المعنى أساسي في مقصد أساسي في الحج. المقصد الثاني وهو له صلة بالتوحيد مقصد التسليم لله تبارك وتعالى، وله أسلموا. فالإسلام لله والاستسلام لله سبحانه وتعالى. لو أردت أن تنظر إلى الحج في كل شعائره، بعض القضايا تقول ليش أعمل كده؟ بس لأن الله قال لك أعمل كده. ليش أقبل الحجر الأسود؟ ليش أطوف 7؟ ليش أرمي الجمرات؟ ليش بالتحديد أقف في عرفة؟ لماذا أبيت في مزدلفة؟ لو أردت كل هذه الأشياء أن تجعل لها منطق عقلي ما حتلقى منطقة. الشيء الوحيد اللي أنت تستطيع فعلا تقصده قصدا أنه أفعل ذلك لأن الله قال لي افعله مرضاة له. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود يقول أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، حتى لا يقال بأنه والله لأن بعض الناس يقول والله ورث المسلمون شعيرة وثنية وشعيرة الحج تقبيل الأحجار وكذا، يقول لك ورثوا هذا، وليس كذلك. بالنسبة لنا يقول أما إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولكني رأيت رسول الله يقبلك فأقبلك، فأنت تفعل ما أمرك الله به. قال لنا أحرموا، قال لنا اسعوا، قال لنا أقفوا بعرفات، قال لنا عليكم طواف إفاضة، طواف القدوم، تعملوا كذا، تذبحوا، تعملوا جمرات. هذا كله تتلقاه بمنطق إيه؟ منطق التسليم. وهذا التسليم أعظم قصة فيه قصة إبراهيم مع ابنه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا التسليم العظيم بين الوالد الذي سيذبح ابنه تسليما لله. الله قال له افعل سيفعل. ومنطق التسليم المقابل لتسليم الوالد وهو افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. منطق التسليم في أم إسماعيل يتركها هنا ويذهب منها. الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال إذن لن يضيعنا الله. فالتسليم حالة صاحب الإنسان في كل جوانب الحج. هذا مقصد أيضا من المقاصد المهمة. المقصد الرابع هو مقصد الإحسان، وبشر المحسنين. وبشر المحسنين. الإحسان نحن الآن نعرفه كما جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. منطق الإحسان في الحج هو أن تأتي بكل الشرائع على الوجه الذي أمر الله به إخلاصا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تأتي بالشيء على أحسن وجه من حيث ما أمر الله به، وتأتي به أيضا على سبيل الإخلاص. فأنت أيضا من مقاصد الحج أن نصل إلى مرتبة الإحسان، وهي أن نعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه. هذه المسألة مهمة جدا في المقاصد التي أيضا علينا أن أيضا موضوع الإخبات. أيوة. وله أخبت وله أسلموا وبشر
الآيات بتاعت الحج اللي أنا ذكرت فيها مسألة الإخبات. الإخبات هو أن يكون الإنسان خاشعا متذللا مؤتمرا بما أمر الله سبحانه وتعالى، آتيا بكل المأمورات، لأن الإخبات سبحانه هو كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، فأمر الله أن نخبت له. فالحج مطلوب فيه الإخبات، مطلوب فيه التنسك، مطلوب فيه الانقطاع، مطلوب. يعني لاحظ الآن هذه القضايا كلها، لما نقول تجتنب النساء، تجتنب كذا، تجتنب الطيب، كل ذلك أنت تريد أن تخبت لله، أن تخضع لله سبحانه، أن تخشع له جل جلاله. أيضا من المقاصد الأساسية التي نتلمسها عموما في كل أحكام الحج مقصد التيسير. سبحان الله، شوف هذا الحج لأنه فيه نوع من التعب، ولكنها مشقة مقدور عليها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بمشقة غير مقدور عليها. كل المشاق التي تصاحب الأعمال يقولون ليست مشاق تؤدي إلى تعذر الفريضة، لا، المشاق لها علاقة بنا نحن، واحد ضعيف واحد قوي واحد، لكن في ذاتها مقدور عليها، في ذاتها مقدور. لكن سبحان الله مع أنه مقدور عليها، لكن تلاحظ فيها كذلك موضوع التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في الحج عن أمر قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فكان يسعى إلى التيسير. ولذلك تلاحظ في كل محطة من المحطات الشارع يجعل لنا فواصل، يجعل لنا محطات نستطيع على كل أن نستريح فيها، نستروح فيها. لاحظت؟ فأنت متعب في عرفات، يقول لك اذهب إلى مزدلفة وارتاح، لا يكلفك هنا بأعمال كثيرة في هذه الليلة، عليك أن تبيت، ثم تقف مثلا الصباح في المشعر الحرام وهكذا، وتأخذ الأحجار وتذهب بعد ذلك إلى. فمنطقة التيسير من المقاصد الكبيرة والمهمة جدا في الحج. أيضا وأختم بها مقصد مهم جدا، وهو مقصد الشكر. مقصد الشكر، والله سبحانه وتعالى أتى بمقصد الشكر في قلب آيات هذه الآيات، آيات سورة الحج، وهو يتحدث عن عن موضوع الذبائح والمآكل والمشارب وكذا، قال لعلكم تشكرون. فكأنما كل ما نقوم به والشعائر كلها عموما، العبادة تؤدي إلى التقوى، والتقوى تؤدي إلى الشكر، والشكر يعتبر من أعظم المقامات التي تنتهي إليها كثير من الأعمال. ولذلك الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. فمنطق الشكر وهو أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى، ثم نحمده ونشكره ونثني عليه الخير كله على ما منحنا من نعمة الصحة والعافية والمال والقدرة، أن أدينا هذه الفريضة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فهذه بعض على كل المقاصد. أيضا من المقاصد مهمة جدا في الحج سبحان مقصد الإخاء والمساواة. تلاحظ في الحج وليشبه الحالة العامة تشبه يوم القيامة، الناس كلهم في زي واحد، وكلهم يتجهون إلى مكان واحد، خاصة يوم عرفة، وكلهم يقولون لا إله إلا الله، يذكرون الله، وكلهم يلبون الله سبحانه وتعالى. لا تكاد تفرق من حيث الزي، من حيث الشكل، لا تكاد تفرق بين الغني وشنو والضعيف. كلهم تقريبا أمرهم الله سبحانه أن يلبسوا زيا واحد. وتتجلى في هذا الموضوع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المساواة. ففي هذا العام الذي أدى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، كان رديفه عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد عند العرب هو ابن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان من الموالي، صحيح، يعني كان من العبيد، مش كده؟ فحرره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فأن يكون هذا رديف هذا الشريف العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتحرك معه في كل حركاته، كثير من الناس بالذات الكبار أصحاب الدثور ورجال المال والأعمال تعجبوا في هذا الفعل. كيف؟ هذه المساواة التي ينظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العبد، يكون رديفه ويكون صاحبه ويكون جليسه ويكون أنيسه. فإن هذه المساواة التي تنتهي في الحج. ولذلك يقال في هذا العام تحديدا الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر عام لتحرير العبيد. كل الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فإنهم أعتقوا عبيدهم ائتساء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعموما هذه بعض طبعا غير قصة المنافع والأشياء التي يلتمسها الإنسان أيضا في الحج، هذه مقاصد على كل تبعية.
بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة، وفي الختام دائما نقول: اللهم كن معنا حين يحضر الكل، وكن معنا حين يذهب الكل. أنت ولينا ولا ولي لنا غيرك. دمتم سالمين.